النادي المصري الحبيب. ألف مبروك النهارده الفوز على الفريق العنيد بيراميدز بثلاث أهداف مقابل هدف واحد. مباراة رائعة أداها النادي المصري. النهارده بنشيد بجميع اللعيبة، وقبل ما أشيد النهارده بجميع اللعيبة بشيد النهارده بعلي ماهر. النهارده لأول مرة يأدي مباراة بحكمة، دفاع وهجوم، خطة متزنة. فريق بيراميدز فريق مش سهل، فريق تقيل، وعنده لعيبة جامدة لدرجة ان هو لعب كل اللعيبة اللي كانت في المنتخب. لا، بدليل اللي عارف قوة النادي المصري. انما علي ماهر اخذ المباراة بجدية وقدر يحط خطته، والخطة كانت مظبوطة، توفيق بين الدفاع والهجوم. النهاردة بقول لعلي ماهر ألف مبروك. ده بقى علي ماهر اللي هو المدرب الصح النهارده، اللي هو اثبت لنا اللي هو مدرب قدير. اول مباراه يديرها علي ماهر بحكمه وفعاليه كويسه. النهارده انا بقول له شابوه للكابتن علي ماهر، وبحيي جميع اللعيبه. النهارده مفيش لاعب ما اثرش في المباراه، كل اللعيبه النهارده ما شاء الله مباراه عاليه جدا. وبشيد بنجمنا كريم العراقي، لعب مباراة رائعة ويستحق النهاردة يكون نجم المباراة. أداء دفاعي وهجومي على أعلى مستوى. جميع اللعيبة النهاردة لعب مباراة كبيرة. ميدو جابر ما شاء الله من مباراة لأخرى النهاردة بيتألق، وكل مباراة بيجيب جون. بس احنا عايزين بقى البطولة. السنة اللي فاتت فلتت مننا البطولة، عايزين السنة دي ناخد البطولة، وعندنا اللعيبة اللي هي تجيب البطولة. مقومات البطولة موجودة، الدعم، اللعيبه الجامده، كل حاجه. النهارده ما شاء الله صلاح محسن اول مباراه يلعبها وجاب جول، هيفيدنا كتير في المباراه القادمه. فدعمنا للنادي المصري، وباذن الله السنه دي يحقق البطوله. بس انا بطالب الجمهور الهدوء، لو وصلنا للدور النهائي الهدوء، ومش عايزين الافراح اللي هي زياده عن اللزوم لغايه ما ناخد البطوله. وباذن الله انا متوقع بنسبه 90% او 100% اللي احنا هناخد كاس الرابطه. بقول الف مبروك لجمهور النادي المصري، الف جمهور لعيبه النادي المصري، الف مبروك لمستر كامل ابو علي، وباذن الله نوصل للنهائي ونحقق البطوله. شكرا.